عازمها ليه في مطعم عشان ترتاح من اللي حصل لها في المبنى، وبتشكره على ذوقه، وبيقول لها إنه هينقل أختها الفرع تاني ليهم عشان تقدر تنساه وفي نفس الوقت ما تخسرش شغلها. وهي بتشكره جدا على اقتراحه وبتوافق كمان عليه، وبيوصلها ليه للبيت بسبب إن الدنيا كانت بتمطر. وتاني يوم بيروح ليه للمطار عشان يقابل جين صاحبته، وبتبقى صديقته من وهم صغيرين، وبنعرف إنها بتحبه بس هو مش بيبادلها أي مشاعر. وفي الوقت ده في مكتب زيو بيقول لها مديرها إنهم حددوا ميعاد مع مجموعة شركات ليه عشان يعرضوا عليه إن هم يمسكوا له شغل المجموعة بتاعته. وبيوصي زيو وبيقول لها إن أنت تقولي عننا كلمتين حلوين بما إنك تعرفيه قبل كده واتقابلتوا يوم حادثة الموكل. وفعلا بيروحوا، والمدير بيعمل حجة إنه عايز يروح الحمام وبيخلع، وبيصدر زيو، وبتفضل هي تتكلم عن مميزات المكتب بتاعهم وقد إيه فيه محاميين شاطرين جدا، وإنهم هيهتموا بشغل المجموعة كلها. وفعلا ليه بيقتنع وبيوافق على العرض بتاعهم، وزيو